هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل متابعي ذات إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 17 من مايو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، ثم وضمن برنامج نافذة ثقافية يستضيف الزميل أحمد شريف الأستاذ محمد برهان يونس من ألمانيا، ويتناول معه ذكريات رمضان في إريتريا والمهجر. هذه إذاعة إرنا. تفيد مصادر إذاعة إرنا بأن السلطات في إريتريا أوقفت خدمة الإنترنت، بما في ذلك التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والواتساب والفايبر والتويتر، وتم تخصيص الخدمة للمسؤولين الكبار في الدولة وكوادر الجبهة الشعبية. وجاءت هذه الخطوة بعد التطورات التي شهدتها المنطقة خاصة السودان والتزايد الأخبار حول متابعة الجماهير في الداخل لأنشطة حركة كفاية في الخارج عبر الاتصال في مواقع التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية. وتعتبر خدمة الإنترنت في إريتريا من الخدمات التي تعاني من تدهور عام بسبب بطء الخوادم والرقابة على المواقع. بعد صمت دام فترة طويلة، خرج إلى العلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، وقال في خطاب له بأن المجلس قرر تعليق الحوار مع قوى الحرية والتغيير، وذلك بسبب التصعيد من جانب هذه القوى والتصعيد ضد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، إضافة إلى قفل الطرق وسكك الحديد ومنع وصول السلع الحيوية إلى العاصمة. ويقول مراقبون بأن هذا التصعيد قد يؤدي إلى أزمة حادة، خاصة بعد إطلاق نار متكرر على متظاهرين ومقتل العديد منهم في عدة حوادث إطلاق نار تبرأ منها المجلس العسكري ونسبها إلى مندسين. وكان المجلس العسكري ووفد قوى الحرية والتغيير قد توصل إلى تفاهمات في أهم بنود الخلاف، وهي مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي والفترة الانتقالية. وتوصل الطرفان إلى اتفاق بأن يتكون المجلس مناصفة بين المدنيين والعسكريين، وأن تكون الفترة الانتقالية 3 سنوات، وأن يتم تكوين مجلس تشريعي من 300 عضو بنسبة 67% لقوى الحرية والتغيير و33% لبقية الأحزاب غير الداخلة في التجمع، وأن تتكون الحكومة حسب ترشيحات قوى إعلان الحرية والتغيير. وبينما رحب الشارع السوداني بالاتفاق بأنه اختراق مهم لحالة الجمود التي استمرت لمدة شهر كامل، فإن بعض القوى الإسلامية المحسوبة على المؤتمر الوطني السابق تعارض الاتفاق وتحاول وضع العثرات أمامه بحجة أن ذلك سوف يؤدي إلى حكم الشيوعيين للبلاد. ذكرت وكالة رويترز للأنباء بأن سلطات الأمن الفرنسية ألقت القبض على خوسيه أنطونيو بنغويتشا المعروف باسم جوزيف ترنيرا في فرنسا، وذلك حسب إفادة دائرة مكافحة الإرهاب الإسبانية. وقالت الدائرة بأن ترنيرا القائد التاريخي في حركة أرض الباسك والحرية متهم بهجوم إرهابي أدى إلى مقتل 11 شخصا. وقالت الدائرة بأن ترنيرا اعتقل في منطقة سافوا العليا في فرنسا بواسطة عملية فرنسية إسبانية مشتركة. وكانت المحكمة العليا في إسبانيا قد أصدرت مذكرة اعتقال دولية ضده في عام 2002 بسبب هجوم عام 1987. الجدير بالذكر بأن حركة إيتا الانفصالية الإسبانية حركة تنادي بانفصال إقليم الباسك الإسباني والذي يقع بالقرب من الحدود الفرنسية. بهذا الخبر المستمعين والمستمعات الأفاضل نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز عناوينها: تعطيل خدمة الإنترنت في إريتريا، توتر الأوضاع في السودان بعد تعليق المجلس العسكري للحوار مع قوى الحرية والتغيير، اعتقال القائد التاريخي لمنظمة إيتا الانفصالية الإسبانية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم فيما مضى إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.
المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم سادتي في حلقة من برنامج نافذة ثقافية. بما أننا سادتي في شهر رمضان المبارك، نتشرف في إذاعة إيرنا الدولية من باريس أن نقدم في هذه النافذة ذكريات رمضانية مع الإريتريين في عموم بقاع العالم. والآن سيكون عندنا لقاء من ألمانيا في مدينة هايدنهايم بولاية شتوتغارت. معنا الأستاذ محمد برهان يونس من أبناء مدينة أسمرة ومن الإريتريين اللي قعدوا في السودان سنوات طويلة. حنقلب وإياه ذكرياته عن رمضان بدءا من أسمرة ثم إلى ألمانيا. أخ برهان، مرحب بك في إذاعة إيرنا الدولية من باريس. هذه إذاعة إيرنا. أهلا وسهلا، والحمد لله. شكرا لكم وأشكركم لاستضافتي على إذاعة إيرنا الدولية من باريس. أهلا وسهلا. شكرا لك أخ برهان. طيب برهان، كده أول رمضانكم كيف في ألمانيا الآن؟ ما شاء الله، رمضان في ألمانيا شيء جميل شديد. طبعا يمتاز بجو جميل ومشجع للصيام، وما شاء الله يعني في عدد كبير من الجاليات العربية، دائما تحس بأنك أنت وسط مجتمع يعني إسلامي. طيب برهان، رمضانك الأول بدأ في مدينة أسمرة في السبعينات أكيد. أخ برهان، كده ذكرياتك عن رمضان في أسمرة شنو؟ والله الحمد لله، أسمرة طبعا هي مدينة معروفة بجوها الجميل وشعبها ما شاء الله يعني متمسك بدينه. نعم. الشعب المسلم الموجود في أسمرة ما شاء الله يعني بيحترم دينه، ورمضان بيجي بكل ما تعنيه من الإحساس بالسعادة وأشياء ما تتخيلها. وحتى مهما كنا صغار في الزمن ذاك كنا نحس بالإحساس الجميل وسط الناس ومباركات واهتمام قبل قدوم رمضان، ودائما نطلع على الجوامع عشان نعرف إذا كان ثبت العيد رمضان ولا لا. طبعا الإشارة في أسمرة هو يعني إنارة المئذنة الجوامع تدل على أنه ثبت يعني رؤية الهلال، وبهذا يكون اليوم التالي أول أيام من رمضان. نعم. وشيء جميل شديد. واللحظة دي اللحظة اللي الناس دائما يعني تحس التغيير في حياتك. نعم. وفي حيكم في جزابرهان وفي أسمرة ولا؟ لا، نحن في من حلة اسمها أو حي جزامند حبشة، هو قريب لجزابرهان. ونعم، جزامند حبشة. نعم. بس جزامند حبشة مشهور يعني حي. أقرب جامع لكم كان شنو؟ جزامند حبشة مسجد الإمام موسى مثلا؟ الاسم المعروف لجزامند حبشة هو مأكلها السفر. أيوة. في جامع، عندنا جوامع صغيرة تقريبا، وهو يعني وسط الحي. إمام موسى مش في نفس الحي؟ خاص. ناس إمام موسى ليل في جزابرهان، ده وهو ما بعيد مننا، لكن احنا دائما نميل للجامع القريب، لأنه أنت عارف طبعا الصيام في أسمرة بعد ما تأكل يعني مثلا البلح والموية تشرب كل حاجة وتتجه على الجامع. طبعا الصلاة في الجامع ما في البيت. نعم. فدائما نميل للجامع الأقرب، والحمد لله يعني حياة جميلة وسعيدة. ويعني الناس يعني في الجامع برضو في واحدين يكونوا مقدمين بلح اللي هو عجوة، نعم. نقول لها التمرين. فهذه ما شاء الله مقدمة الموية وأي شيء. الحمد لله يعني شيء جميل خالص.
طيب من المواقف الطريفة اللي تتذكرها مثلا رمضانك في أسمرة، في ذكر طبعا الأطفال وشقاوتهم وانتوا أطفال ساعتها، يعني عندك ذكريات معينة؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. هو في ذكريات كثيرة، مم. لكن الأهم اللي هو إنه دائما صلاة الظهر دائما تكون في الجامع الكبير. مهم. ونحن كطلاب في الابتدائية بنجي من المدرسة سريع نغير اليونيفورم زي ما يقول الزي المدرسي، وطوالي سواء كان توضينا أو ما توضينا نتجمع عندنا شلة من المدرسة، كلنا نتجمع مع بعض. عندنا في حلتنا من أولاد الحلة معها نعم. الأخ كمال سعيد يعني، وعبد النبي سليمان نور الدين وعبد القادر، دل في عمرنا وشلة من الحي، مهم. وبنقرأ في مدرسة واحدة ونجي من المدرسة ونرجع مع بعض كلنا على وين؟ على اتجاه الجامع الكبير. نعم. طبعا كله بالأنفوت يعني، بس في نشاط وشباب وصغار وعن عفوية. وهناك قدام عندنا أخونا طبعا الكلام 40 سنة، أنا بحكي عن ما قبل 40 سنة. نعم سبحان الله. فعندنا جمال سعيد، أيوة، من أسرة ناس شيخ إمام موسى. نعم. بنمشي مع بعض، نمشي على الجامع بعد ما نؤدي صلاة الظهر، وفي جلسة أو زي ما يقولوا ندوة دينية. نعم. فهمتني؟ علميا. نعم. فكان يقيم علمي يعني، كان يقيم الله يرحمه الشيخ عبد السلام. مم. الزاوية حقه معروفة وتكتز بالناس، يعني ما تجد مكان. رحمه الله. نعم. ورحمه الله. وكان من أفضل طريقة إلغائه أو شرحه كان بطريقة يعني جذابة، مم. بمعنى يدخل فيها أسلوب يعني، أنت عارف طبعا بيتعامل مع الصغار والكبار، مم. لازم يشجع الصغار إنه ينتبهوا له في شرحه وإلغائه. يعني ما شاء الله، الله يرحمه، راجل فاضل. رحمة الله عليه. وهو بالمناسبة ساكن في حلتنا برضه قبل ما مم. نلحق بشا. ما قلعي سفر رايو. ما شاء الله يعني. بعد ذاك عندنا برنامج جميل، بعد ما نصلي العصر طبعا الدرس نقعد في الجامع لحد موعد صلاة العصر. بعد صلاة العصر في فراغ زمني لحد ما تجي المغرب، بنمشي على المدينة جوا. مم. حاليا المكان اللي كنا نمشي فيه ونلعب كان عبارة عن حديقة، حاليا أصبح ميدان الحرية أظن تقريبا. مم. نعم. المكان ده كان زمان ميدان الفاتح. أيوة ميدان الفاتح. نعم. فاتح من سبتمبر. نعم. امين. فدي المكان ده كان عباره عن حديقه، كنا نجي نلعب. وفي راجل يعني كبير في السن كان مسؤول من المكان، دائما يحذرنا يقول لنا يلا ما تلعبوا ما تمسكوا ليه، ينبهنا على انه ما نغلط. ونحن بطبيعتنا الحين نغلط، او حتى لو ما غلطنا نحب نعاكسه. طبعا هناك نمشي عشان نلعب سالباتي ولا اي لعبه يعني طفوله يعني. اللعبات الرمضانية. والراجل ما يحب أنا نعمل إزعاج هناك، يجي يطردنا وما عارف منه نمشي نلف على المدينة جوا، نمشي مجحجاح وما عارف يعني اللفة بتاعت شقاوة هي. طيب أخ برهان، نعرج على السودان. هذه إذاعة إرينا. السودان طبعا صمت فيه سنوات طويلة بين كسلة وبورت سودان، فبالله كده ذكرياتك عن رمضان في السودان شنو يعني؟ والله يا أخي السودان ما شاء الله، السودان ذكرياته ما بتنتهي وما تقدر تحسر. وأفضل ما في رمضان في السودان، الرمضان في السودان يبدأ قبل رمضان. أنت عارف الناس وإعدادا للرمضان وريحة الأبريق أول ما تبدأ، والناس
ما شاء الله يعني دائما يدعو، يقول يا رب اللهم بلغنا رمضان، هذه رائحة طيبة، رائحة يعيش على جو رمضان قبل رمضان. صحيح. وبعد ذاك أنت عارف الكرم التلغائي، الكرم اللامحدود في الشعب السوداني والإريتري الموجود في كسلة. وبطبيعة الحال يعني صيام جميل وإحساس برمضان جميل، والناس يعني تعيشه من قبل جيته ولحد بدايته ونهاية رمضان. يعني حاجة ما تتخيل، يعني حاجة جميلة شديد. نعم نعم. طيب، وذكريات الدروس في رمضان في كسلة، الجامع الكبير والمساجد في الزوايا وكده، عندك لها ذكريات؟ أكيد أكيد. الجامع الكبير الشيخ الله يرحمه إبراهيم الأشقر رحمة الله عليه. نعم. ما بيتنسي أيامه، دائما يدي دروس، وفي بعض الناس برضو، لكن دائما كنا نهتم به ونرتاح للدروس. نعم. للدروس نعم. يعني. فالحمد لله كان عندنا شلة جميلة شديد، دائما ما بنتفرج حتى بعد الإفطار مهما كان بعد مسافتنا بنجي راجعين. شلة المسرة. نعم. شلة المسرة والزاوية 90 بلغتنا الخاصة. نعم. الزاوية 90 ده عزيزي المستمع طبعا يعني في قهوة المسرة الناس كانوا يقعدوا في الكورنر. نعم، في الزاوية في الكورنر، عشان كذا سميناها زاوية 90. فيعني تخيل أن تكون عددك أكثر من 10-15 نفر تكونوا قاعدين، ونسة عامة، ونسة في الدين، ونسة في أي مجالات، سواء كان رياضية، ثقافية، دينية، يعني بحكم التنوع وحتى السياسة كمان كانت حاضرة. نعم. أكيد ما ننساها. بالذات يعني حرب الخليج الأولى، حصل كده وما حصل كده، يعني مواضيع طبعا بالنسبة لنا، والناس كمان يعني ترحب ببعضها، والشباب يعني ما تتكرر. يعني شلة المسرة هي شلة يعني نقول ربنا يحفظ الجميع حيثما كنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. جميل. عزيزي المستمع، لازلتم مع إذاعة إرينا الدولية من باريس، وضيف هذه الحلقة في النافذة الرمضانية هو الأستاذ محمد برهان يونس، يتحدث إلينا من ألمانيا، من مدينة هايدنهايم في ولاية شتوتغارت. طيب أستاذ برهان، بعد السودان توجهت إلى إيطاليا، وأعتقد صمت في إيطاليا. بس قبل الكلام ده في كسلة، حديثنا كان نعم من كسلة، وهناك بور سودان. أيوة. نعم. يعني متشابهة، اللي هي في مدينة بور سودان. في مدينة بور سودان عشت فيها فترة أطول. والناس السودان ما بيختلف عن بعضه بصفة عامة، وأجمل ما في بور سودان هي الإفطار الجماعي، والإفطار في الشارع، يعني نعم. بيريش، والناس ترحب ببعض، عابر سبيل يشارك معاك، تجبر على إنه يشارك معاك، وتجي الإفطار وبعده الجبنة والشاي والعصائر. يعني خير 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 لا يوصف. ويصادف كمان كان عندنا أيام، بالذات في أيامنا الأولى في بور سودان، إفطار في جماعي من بيت لبيت. يعني الجيران مثلا نحن نقول نعزم كم عدد من الجيران، وهم بيقدروا يقولوا اليوم الجاي أو الجمعة التالية، يعني من أسبوع لأسبوع دي، الجمعة التالية حتكونوا معانا في البيت، والجمعة التالية كده. يعني في كل جمعة نعيش جو جميل في بيت يختلف عن البيت اللي كنا فيه. نعم. ودي كانت رابطة قوية بين السودانيين والإريتريين، اللي كنا يعني نغيم الحتة دي، على رأسهم أخونا الفاضل الله يكرمه ويحفظه، جمال عبد القادر ولاتا. كنا مع بعض. نعم. عندنا عمك حسين محمد عبده،
وده بيته ما شاء الله بيت الكرم. يا سلام. نعم. كان يجمع الناس ويحب الناس والناس يحبوه. نعم. وأخوة جيران، كان أخونا اسمه عبد السعيد حاليا تقريبا في أستراليا. يعني ما شاء الله، يعني في إحساس جميل. نعم. طيب جو جميل رمضان في إيطاليا وناس برهان، يعني. رمضان في إيطاليا أكيد يختلف. صمت فيه يختلف سنة واحدة. بحكم إنه نعم. بحكم إنه نعم. تفضل برهان. رمضان في إيطاليا. في إيطاليا جميل شديد. جماله قد ينحصر في جزء معين، اللي هو من لحظة الإفطار لحد صلاة التراويح. وهناك في إيطاليا يعني الناس، بالذات منطقتنا، منطقة اسمها منطقة ماركي، اللي هي تابعة ل أنكونا. مهم. هي على جزء شمال شرق إيطاليا. نحن كنا في حتة اسمها سيرفيانو. أوكي. في أخوة مغاربة، هم ذات الأغلبية هناك. مهم. المغاربة ديل ما شاء الله، والله سبحان الله، ربنا يحفظهم ويكرمهم. ناس خيريين وناس عمليين ويحبوا الناس ويحبوا بعض، ودائما يعملوا الإفطار في جامع. شهر رمضان كامل الإفطار في الجامع. سبحان بعد الله. الإفطار دروس لحد صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء بعد التراويح، نحن مسافتنا بعيدة تقريبا من الجامع، أو زينا الموجودين سواء كان إريتريين ولا أفارقة المغيمين في الحتة دي، ما شاء الله هم يكرموك، يودوك في العربية ويجيبوك ويرحبوا بك ويشجعوك ويقولوا يا جماعة أي شيء ما أنتم محتاجين له أبشروا، نحن أهل، نحن يعني إحساس جميل، شيء ما تتخيله. سبحان يعني الله. والعيد ما شاء الله لازم يجي يشيلونا بعرباتهم، نمشي الجامع نصلي معاهم، ويعني برامج يعني ما تتخيلوا، شيء جميل خالص. جزاهم الله خير. الأخوة والمحبة. نعم. طيب الرمضان في ألمانيا أخ برهان، وإن كان حنتكلم عن أيام من هذا الشهر، وإنت طبعا جديد في المدينة، الفرق كيف بتشوف بين ألمانيا وإيطاليا؟ هذه إذاعة إرنا. والله فعلا كلامك صح، لأنه الفترة ما طولت، يعني الجزء الأول من رمضان ما في حاجة يقولوا عليها كثير، لأننا حتى نحن جداد في المدينة، لكن الإحساس في المدينة ما شاء الله، بالذات طبعا هنا في مدينتنا، أو تقريبا في كل المدن الألمانية، في جوامع أتراك، والأتراك ما شاء الله يعني 100% زي ما يقولوا، بمعنى يعني في جامع جنبكم يعني هسه يا أخ برهان؟ وجامع على بعد 4 كيلو مننا، ما بعيد. بنمشي، بس دائما بنمشي في صلوات الجمعة وما تيسر، ما في بطريقة التزام، لأنه ما عندنا وسيلة. لكن ده ما يعني نحن نغيب من الجامع، بنمشي. بس يعني الإفطار هنا يختلف. ليه؟ لأنه لعدم علمنا التام عن المجتمع وكيفية تعامله، والناس غالبا ما تفطر في بيوتها، وقد يكون هناك في جامع شيء ما بس ما حضرت فيه. لكن عموما أجواء المدينة برمضان، حتى الألمان بيعرفوا عن رمضان وبيهتموا به. وكمثل والدليل على كلامي، كان عندنا برنامج مفروض نكمله في إجراءاتنا. الجهة المعنية بنا قالوا لنا لازم نكمل الجزء ده، لأنه أنتم رمضان حيجيكم في شهر يوم 6/5. نعم. يبقى نحن لازم تخيل، هم عارفين. أنا الوقت ذاك والله حقيقة يعني ما كنت عارف بالضبط التاريخ. رمضان حيكون 200 يعني. أيوة التاريخ واقع 200. أنا ما اطلعت، ما عرفتها، لكن هم لما وروني رجعت للكالندر، سبحان الله،
يعني حتى الألمان يعني مهتمين بأشياء بحقهم وحقنا. ده دليل على إنه الشعب الألماني شعب ما شاء الله يعني منفتح، وبالذات منطقتنا مشهورة بأنه يعني يتقبلوا كل الأجناس. جميل. طيب برهان، أخونا محمد برهان يونس، حدثتنا في إذاعة إيرنا الدولية من ألمانيا مدينة هايدنهايم في ولاية شتوتغارت. في ختام هذا اللقاء لو عندك تهنئة خاصة تحب تقدمها لأصدقائك وأخوانك وأهلك في العالم، تفضل. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. أشكرك جزيل الشكر، والله فعلا يعني أول رمضان كريم لكل الأمة الإسلامية، وبشكل خاص على رأسهم الأخ أحمد شريف أخي وعزيزي ابن خالتي. الله يخليك يا برهان. والأخوة وأصدقاء عبد الحكيم آدم أري، صديق عمر، والأخ برهان إسماعيل، ديل أصدقاء عمري يعني زي ما يقولوا. نعم. ومن بعيد في الدول العربية الأخ ياسين إدريس صالح في الدوحة، والأخوة أسرة شريف أهلي وأخواني. الله يخليك يا برهان. على رأسهم محمد شيخ شريف وخيرية شريف وعبد الله شريف وزكية شريف والأسرة الكريمة، أخي الفاضل إبراهيم يونس إبراهيم، وأختي زينب محمد إمام، كلهم في المملكة العربية السعودية وفي كندا زي ما ذكرت أساميهم. قد لا أكون رتبتها بصورة جميلة، لكني إحساسي واندفاعي لتهنئتهم يعني دفعني إنه ما أرتب. نعم نعم. والله نحن عبرك نهنيك يا أخ برهان مع أسرتك وأبنائك وكل الأهل وكل المستمعين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. هكذا أعزائي المستمعين نختتم هذه المقابلة مع أخونا محمد برهان يونس من ألمانيا، متحدثا عن ذكرياته في رمضان بين إريتريا، السودان، إيطاليا وألمانيا. أنا سعدت بلقائك أخ برهان، وإن شاء الله يعني تصوم وتفطر على خير. كان معكم سيداتي سادتي في هذه الحلقة، بارك الله فيك، لا شكر على واجب، محدثكم أحمد شريف. تقبلوا تحايا الزملاء فتحي عثمان وبنيام سيمؤون في إذاعة إيرنا من باريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا، وفيما يلي تذكير بأبرز ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. تعطيل خدمة الإنترنت في إريتريا. تفيد مصادر إذاعة إيرنا بأن السلطات في إريتريا أوقفت خدمة الإنترنت، بما في ذلك التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والواتساب والفايبر والتويتر، وتم تخصيص الخدمة للمسؤولين الكبار في الدولة وكوادر الحزب. توتر الأوضاع في السودان بعد تعليق المجلس العسكري للحوار مع قوى الحرية والتغيير. بعد صمت دام فترة طويلة، خرج إلى العلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، وقال في خطاب له بأن المجلس قرر تعليق الحوار مع قوى الحرية والتغيير، وذلك بسبب التصعيد من جانب هذه القوى ضد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. اعتقال القائد التاريخي لمنظمة إيتا الإسبانية الانفصالية. ذكرت وكالة رويترز للأنباء بأن سلطات الأمن الفرنسية ألقت القبض على خوسيه أنطونيو بنكويتشا المعروف باسم جوزيف ترنيرا في فرنسا، وذلك حسب إفادة دائرة مكافحة الإرهاب الإسبانية. كان هذا مستمعي ومستمعات الأفاضل تذكير بأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وختاما نذكركم جميعا بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إيرنا. لكم من زميلي أحمد شريف ومني محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إيرنا.